السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين. أنا أمل. اليوم والدي حيعمل لكم كيكة بدون دقيق. التعب وأنا أقول قديش هي لذيذة وسهلة. فنقول بسم الله. في البداية 4 بيضات حطينا معاها ملعقة كبيرة فانيلا، وبعد ما خلطناهم حطينا نص كوب سكر وربع كوب زيت، وبرضو حنخلطهم. وآخر حاجة ححط كوبين حليب محموس حمسته لحاله على النار متوسطة لين ما صار بدا اللون، وبعد ما برد استخدمه. وكمان ملعقة كبيرة بيكنج باودر، واخلطهم. احسن تخلطوهم بالسباتيولا لانه القوام يبدأ يصير ثقيل. شايفين القوام كيف صار؟ هذا هو القوام اللي لازم توصلوا له. خلاص خلصنا الكيكة. شايفين المكونات مرة قليلة وما فيها اي قربعة ولا تعقيد. المهم قلبتها في صينية مبطنة بورق زبدة، واحاول على قد ما نقدر نركز على الاطراف توصل لها الخليط، وادخلها على الفرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت. تقريبا 20 دقيقة تاخد لين ما تستوي. وبس عبال ما تستوي حنسوي الصوص. حستخدمنا علبة قشطة وصباعين مارس. ممكن تزودوا أصابع المارس إذا تبغوا الصوص يكون أتقل، عرفتوا؟ بس إحنا حطينا صباعين، وحنوريكم كيف القوام. إذا تبغوا تقلوه زودوا مارس. شوفوا القوام. المهم حدخلها على التلاجة ونخليها لين لما تصير معانا الكيكة. خلاص شوفوا صارت الكيكة واستنيتها تبرد، بعدين صبينا عليها الصوص. شايفين الكيكة سهلة سهلة مرة. المكونات مكتوبة تحت في صندوق الوصف للي يبغى يرجع لها. وإذا ما كنتم مشتركين عندي في القناة بليز انزلوا اشتركوا فيها وليكوا لي هذا الفيديو. شوفوا كمان قناتي فيها حلويات مرة حلوة وسهلة، وقوائم تشغيل كمان تساعدكم انكم تلاقوا الشيء تبغوا. وبس قسمناها. شوفوا كيف منظرها مع الصوص. مرة 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 سهلة ولذيذة وحتعجبكم حقيقي. فنانة. المهم وبس هذا هو الفيديو حقي لليوم. إن شاء الله يكون عجبكم، ولا تنسوا تلايكوا لي هو. وبس.